أنا القانون والدولة والقاضي والجلاد، أنا أحيي وأنا أميت، أنا إله السجن. الحقيقة إن دي مش جملة استعراضية الواحد بيقول إن هو جامد أو بيستعرض نفوذه، لأ، دي كانت قناعة ومنهج مدروس، وأشهر جملة كان بيقولها حمزة البسيوني. حمزة البسيوني الضابط اللي اسمه ارتبط بأقصى فترات القمع والظلم والإهانة في تاريخ مصر الحديث. حمزة البسيوني كان ضابط في الجيش مسؤول مباشرة عن ملف المعتقلين السياسيين، إخوان بقى، شيوعيين أو حتى معارضين. حمزة البسيوني كان ضابط عادي جدا في الجيش، وبعد شوية بقى مدير السجن الحربي. ما كانش مجرد موظف عادي ولا ضابط بينفذ الأوامر، لأ، حمزة كان صاحب صلاحيات وسلطة واسعة جدا، كان بيتصرف في السجن الحربي بمنتهى الحرية، ولا كأنه ضابط عادي ولا حتى مدير سجن، ده كأنه هو الدولة نفسها. وكان عارف كويس قوي انه لا حد يقدر يحاكمه ولا يقول له حتى انت بتعمل ايه، وكأنه مش فوق القانون وبس، لا، ده كأنه فوق العدالة كلها. بعد ثورة 52 ووقت حكم جمال عبد الناصر مصر، الدولة الجديدة كانت خايفة، بس مش خايفة من المجرمين، لا، خايفة من أي حد عنده رأي أو فكر، أي حد معارض أو حتى عنده قاعدة جماهيرية واسعة بين الناس. وكان لازم يتم تأمين السلطة من أي تهديد حالي أو سابق أو حتى هيحصل. عشان كده اتعمل مكان جوه الجيش، مكان سري محدش يعرف عنه حاجة، ولا هو خاضع للقضاء ولا حد من الإعلام يعرف عنه حاجة، والسلطة المسيطرة عليه هو الجيش نفسه، وهو السجن الحربي. السجن الحربي اللي ما كانش خاضع لوزارة الداخلية المصرية، ده كان خاضع للجيش مباشرة، بالتالي ما كانش فيه قوانين بتحكمه، واللي بيدخل فيه لا بيبقى عارف ايه تهمته ولا داخل ليه ولا حتى هيخرج امتى ولا مدة السجن بتاعته قد ايه. اللي بيدخل فيه منه للضابط على طول، اللي هو كان مين؟ حمزة البسيوني، مدير السجن. حمزة البسيوني كان مهووس بالسلطة، وكان عنده شوية مبادئ كده هو مقتنع بيها، زي مثلا ان الرحمة ضعف والإنسانية خطر والخوف ضروري وأداة من أهم أدوات السلطة، لازم تخوف عشان تعرف تحكم. ومؤمن جدا بفكرة إن السجين لازم يفقد إنسانيته، لازم يتحول من إنسان لشيء أو حاجة، لأن الإنسان بيسأل وبيفكر وبيعترض، لكن لما بتكسره بيبقى حاجة أو جثة من غير روح. ناس كتير كانت بتقول إن طريقة تعذيب حمزة البسيوني دي كانت وليدة اللحظة أو كانت سادية منه، لا بالعكس خالص، ده كان راجل عنده نظام وكان عنده طريقة ممنهجة في التعذيب، كانت متقسمة الخطوات، بتبدأ من أول لحظة القبض على السجين. السجين ده اللي هو مش لازم يكون عنده أي تهمة خالص، ده ممكن يكون معارض أو مفكر أو عنده شعبية في الشارع، حتى احتمال يفكر بعد كده واحتمال في المستقبل يعترض، فده برضو كمان يبقى مشبوه. طريقة القبض على السجين نفسها كانت ممنهجة، غالبا كانت بتبقى بالليل، فجأة وانت نايم كده بتلاقي باب الشقة بتاعك بيتكسر، يدخل عليك مجموعة من الناس بياخدوا المتهم بيغموا عينيه ويتكتفوا ايده ورا ظهره ويبدأوا في رحلة تعذيب ممنهجة من وهو قدام سريره لحد ما يوصل للزنزانة، ضرب وإهانة وسحل وشتيم قدام أهل بيته، بحيث ان هو على ما يوصل للزنزانة يكون خلص خلاص والرعب اتملك منه. وبمجرد ما بيوصل للسجن بتبدأ مراحل التعذيب الممنهج، اللي بدايتها بتكون مرحلة كسر النفس. حمزة البسيوني عارف كويس قوي ان كسر النفس لازم يجي قبل كسر الجسد، عشان كده كان بيبدأ بمرحلة مهمة جدا، وهو انه يلغي الشخص ويخليه مجرد رقم، ومع اسمه اللي بيتشال كرامته كمان بتتشال معاه. ومن اللحظة دي هو ما بقاش فلان، هو بقى كلب او حيوان او ابن كذا. دي الاسامي اللي كانوا بيتنادوا بيها جوه السجن، عشان ينسى نفسه، ينسى هو مين، يبقى عارف كويس قوي انه ولا حاجة. وبعدين بيدخل السجين لزنزانة الاستقبال، التشريفة يعني، اللي هي الزنزانة رقم 1. الزنزانة دي تحديدا ياما ناس دخلت فيها على رجليها وطلعت منها يا إما عجزة يا إما جثة. أول ما السجين بيدخل بيغموا عينيه وبيبدأوا مرحلة التعذيب، اللي هي ضرب وجلد وسحل وإهانات نفسية وجسدية وجنسية بشكل مبالغ فيه. بيطلع من الزنزانة دي، ده لو أساسا طلع منها، على المرحلة التانية، وهي مرحلة الفلكة. فاكرين الفلكة بتاعت زمان في المدرسة؟ هي دي بالظبط، كانوا بيربطوه بالمشقلب ويقعدوا يضربوه على بطن رجله ضرب شديد جدا 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 لحد ما يتأكدوا ان هو مش هيقدر يتحرك تاني ولا يقدر يلمس الارض برجله. ناس كتير جدا من اللي دخلوا المرحلة دي فقدوا رجليهم للأبد وعجزوا تماما. كان بيجيب المساجين كلهم ويختار أقوى واحد فيهم، سواء بقى جسديا أو حتى أقوى في الأفكار أو في الشخصية، وكانوا بينيموه على ظهره ويربطوه من أطرافه ويقعدوا يشدوا فيه ويخلوه يمشي على إيديه ورجليه زي الحيوانات قدام زمايله.
ويبدأوا معاه سلسلة تعذيب وإهانات جسدية وجنسية مش طبيعية، يوصلوه لمرحلة إنه يبدأ يصرخ ويستغيث من كتر الألم. وده كان بيبقى مقصود علشان خاطر المساجين التانية اللي واقفة بتشوف أقوى واحد فيهم بيصرخ، صرخته دي كانت بتقتلهم وتكسرهم قبل ما بتكسر اللي بيتعذب ده. وكل حاجة كانت محسوبة ومدروسة، ما كانش بيعملها كده بدون هدف. حمزة بقى كان عنده مزاج كده في التعذيب، كان بيستمتع جدا إن هو يعذب المساجين قدام أهاليهم. الحكاية اللي أنا هحكيها لكم دي ذكرها عبد المنعم مدبولي الفنان العظيم ربنا يرحمه، وقال إن واحدة من جيرانه كان جوزها مسجون واتعذبت عشان تجيب له تصريح زيارة، ولما راحت السجن قابلها حمزة البسيوني، ولما شاف التصريح قال لها انت عايزة تشوفيه؟ عينيا الاتنين. وفعلا الست وبنتها قاعدين مستنيين جوزها عشان يدخل عليهم، إذ إنهم يتفاجئوا إن الراجل داخل بيحبي على إيديه ورجليه شبه الكلب أو الحيوان، ومربوط برقبته بسلسلة. وأول ما دخل قدام بنته ومراته قال له أنت إيه؟ الراجل رد عليه وقال له أنا كلب يا فندم. قال له والكلب بيعمل إيه؟ قال له بيهوهو. قال له يبقى تهوهو. تخيلوا لما راجل قدام بنته ومراته يبقى مربوط بسلسلة من رقبته وماشي شبه الكلاب قدامهم ويقف يهوهو ويعيط. تخيلوا كسرة نفسه تكون عاملة ازاي. تخيلوا اللحظة دي اتمنى يموت كام مرة. وكان في بقى الزنزانة الخاصة، ودي بقى لو اتفرجتوا على الأفلام الأجنبية أيام المعتقلات زمان هتلاقوا زيها بالظبط. ودي عبارة عن أوضة ضلمة جدا ما فيهاش أي تهوية خالص، والأرض بتاعتها مليانة بمية ساقعة بيعيش فيها السجين أيام أسابيع شهور هو ورزقه من غير ما حد يكلمه ولا حتى يلمسه. وياما شباب خرجوا من الزنزانة دي شعرهم شايب، وناس كتير جدا فقدت عقلها واتجننت، وناس كتير برضو طلعت منها جثة. ومش بيكتفوا كده وبس، من وقت للتاني كمان وبين مرحلة والتانية كانوا بيسيبوا عليهم كلاب تنهش فيهم كمان. كان في بقى كمان عقاب خاص كده هو عامله للناس اللي على مزاجه، ودي كانت عبارة عن زنزانة ما فيهاش غير السجين وكلاب، ياكلوا يشربوا يناموا يقضوا حاجتهم كمان مع بعض. طب بذمتكم هو في ذل أكتر من كده؟ ده كان محو للإنسانية. بعد ما السجين بيمر كل المراحل دي بيوصل لآخر مرحلة اللي هي أهم مرحلة، التحقيق. بعد ما السجين مر بكل الحاجات دي هو مستعد يمضي على أي حاجة ويقبل بأي تهمة هم ممكن يقولوها في مقابل بس إن هو يترحم من العذاب اللي هو فيه. لو حاول إن هو يعترض بيعيد القارة دي تاني من الأول خالص، أول زنزانة الاستقبال. والحقيقه ان التحقيق بتاعهم كانش هدفه ان هم يعرفوا الحقيقه ولا اي حاجه خالص، ان 3/4 المتهمين دول اصلا ما يعرفوش هم جايين هنا ليه ولا ايه تهمتهم حتى. يقال ان هو سافر انجلترا عشان يتعلم اساليب التعذيب الحديثه وازاي يقدر يسيطر على السجين معنويا قبل جسديا. سواء كان الموضوع بتاع ان هو سافر بعثه ده حقيقي ولا لا، ولكن في كل الاحوال حمزه البسيوني كان مطلع كويس جدا على اساليب السيطره النفسيه، وطرق التعذيب اللي كان بيستخدمها كانت معروفه جدا وشائعه جدا في المعتقلات بره مصر. فضل الحال ده سنين لحد ما سمعة الجيش الحربي بقت مش كويسة وريحته فاحت، والناس في الشارع بدأت تتكلم وتقول هو ايه اللي بيحصل، لان ما كانش في بيت او عيلة ما فيش واحد منهم مش مسجون في السجن الحربي، لدرجة ان جمال عبد الناصر بدأ يخاف ويقلق وقال الشارع كده ممكن يثور عليا، فكان لازم يكون في حد كبش ده او هو اللي يشيل الليلة يعني بمعنى اصح. تفتكروا مين؟ ايوه هو حمزة البسيوني. قدموا حمزة البسيوني للمحاكمة ولكن بشكل سوري من غير ما تكون محاكمة حقيقية، لأن الراجل ده كان عارف معلومات وأسامي وأوامر وحاجات ما كانش حد غيره يعرفها، ومعلومات مهمة ما كانتش ينفع تطلع بره. فاتحاكم كده بشكل سوري واتحكم عليه ب2 قضاهم. بعد ال2 دول جه السداد وأفرج عنه ورجع تاني يعيش حياته عادي جدا. بس لو العبد بينسى فربك ما بينساش. يوم 19 نوفمبر سنة 79 ودي كانت أول أيام عيد الفطر، كان راجع من اسكندرية بعد ما قضى كام يوم في اسكندرية كده واستجم، وهو ماشي على الطريق مع السرعة والتهور بتاعه والغرور اللي كان مالكه عمل حادثة وخبط في عربية نقل مليانة حديد مسلح. الحقيقة انها كانت حادثة بشعة جدا، والناس اللي شافوا الحادثة وشافوا الجثة قاموا اتفلق نصين من كل اسياخ الحديد اللي دخلت في جسمه. اللي حصل كان غريب جدا بقى. الناس اللي كانت واقفه عماله تقول يا حول الله يا رب ده ايه الحادثه البشعه دي، اول ما شافوا وشه وعرفوا انه حمزه البسيوني الحزن اتحول لفرحه، والناس كانت واقفه في الشارع وسط الحادثه بتهني نفسها وتقول الف مبروك ربك كبير الحمد لله. تخيلين الراجل ده عمل قد ايه في الناس لدرجه ان هم يهنوا نفسهم انه مات. ويقال كمان ان وقت ما جم يكفنوه فضل يتبول على نفسه لدرجه ان هم غسلوه 11 مره، لدرجه ان المغسل شك ان هو عايش، قالك ده في حاجه غلط عمال يتبول، ده اكيد عايش والدكاتره اخطاوا ولا حاجه. وندهوا فعلا دكتور تاني عشان يكشف عليه واكد 100% ان هو ميت. بس اللي كان بيحصل كان غريب جدا وما كانش ليه اي تفسير، انه
كان رافض يتغسل أو رافض يتطهر. ولما جم يدخلوا النعش المسجد، النعش كان متبت في الأرض ومش عايز يدخل، لدرجة إن إمام الجامع وقف قدام النعش وقال له: يا حمزة، مين حبس مين؟ حبست الله في زنزانة ولا حبسك الله ومنعك من دخول بيته؟ الحقيقة إن الحكاية دي مفيش مصادر موثقة بتأكد صحتها، بس الأكيد إن هي منتشرة جدا ومتداولة جدا، لأن حتى لو ما كانتش حقيقية جايز الناس كانت حابة إن هي تصدق إن العدل لازم ياخد مجراه، وإن ربنا ما بيرضاش بالظلم، وإن العدل حتى لو اتأخر لازم يجيله يوم ويتحقق، وإن دي لازم تكون نهاية الظلم. ودي كانت حكاية حمزة البسيوني والسجن الحربي اللي راح ضحيته مئات الشباب من خيرة شباب مصر من غير ما يكونوا متهمين ولا عليهم أي ذنب، وترمل بسببه سيدات كتير وأطفال كتير اتيتمت بسببه. حكاية سلطة حاولت تأمن نفسها على حساب المواطن.